وجبة غدا سهلة ولذيذة كمان منجزة جدا. يعني لو موظفة هتكون مناسبة ليكي جدا، مش هتقفي في المطبخ أكتر من نص ساعة، ساعة إلا ربع بالكتير. معايا حلة على النار، ضفت فيها معلقتين من الزيت وكمان معلقة واحدة من السمنة البلدي. أول لما يسخنوا مع بعض كويس هضيف الشعرية علشان نحمرها. هنا هبتدي بتسوية الرز علشان منقفش كتير في المطبخ. هضيف الشعرية، هقلبها كويس مع الزيت والسمنة، وكمان هضيف لها رشة بسيطة من الملح بتساعد الشعرية ان هي تاخد لون موحد اسرع، وطبعا مع التقليب المستمر لحد لما الشعرية تاخد اللون الذهبي زي كده. هضيف الخضار، معايا بسلة وجزر متفرزين ضفتهم على الشعرية، تقدروا طبعا تستخدموهم فريش. غسلتهم غسلة سريعة وهما متجمدين كده وضفتهم على الشعرية. كمان هضيف لهم الملح بتاعهم واشوحهم تشويحة بسيطة. بعد كده هضيف الرز معايا رز مصري غسلته كويس وصفيته من المية، هبتدي اضيفه على الخضار والشعرية. بعد ما ضفت الرز هضيف له الملح المناسب ليه، وكمان شوية من الفلفل الاسود، حوالي نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وهقلبه كويس جدا لحد ما يتكتك معايا وما يبقاش فيه اي سوائل. بعد كده هضيف المية المناسبة لكمية الرز اللي احنا استخدمناها. وهنا استخدمت مية سخنة، يعني بتنجز معايا اسرع، وكمان هتخلي الرز يستوي اسرع، يعني يتشرب السوائل بتاعته اسرع وما ياخدش وقت كتير معايا. هغطيه واسيبه يتشرب المية بتاعته زي تسوية الرز العادي. في طاسة بقى على النار او صينية ايا كان، هضيف فيها معلقة واحدة من الزبدة، كمان شوية بسيطة من الزيت بس عشان يساعد ان الزبدة ما تتحرقش. واول ما الزبدة تدوب وعلى نار عالية هضيف الفراخ. معايا حوالي نص كيلو من صدور الفراخ مقطعاها يعني شرايح كده زي الشاورما، بس اتخن شوية، عايزاها تكون محملة عن تقطيعة الشاورما شوية علشان ما تنشفش معايا وتكون جوسي وطعمها حلو. هنا مش هقلب، هوزعها في الطاسة وهي سخنة كده لحد ما تاخد صدمة اهو ويغير لونها. هبتدي ان انا اقلبها على الناحية التانية علشان تاخد من لون موحد والفراخ كلها يبتدي لونها يغير معايا. هنا الرز معايا كان اتشرب، هديت النار وهغطيه كمان 5 دقايق. ما شاء الله هنا الفراخ خدت لون موحد. هبتدي بقى دلوقتي هبهرها: ملح، فلفل اسود، كمان بابريكا، وربع معلقة صغيرة من السبع بهارات. تقدروا تستخدموا من بهارات فراخ لو متوفر عندكم. هقلبها بقى مع بعض كويس جدا مع البهارات، وهسيبها على نار عالية لحد لما تتشرب كل السوائل دي وتاخد تحميرة حلوة. هنا بعد 5 دقايق هقلب الرز تقليبة واحدة بس، مش هنقلب اكتر من مرة علشان الخضار يفضل محتفظ بشكله وما يتهريش معانا. وهغطي الرز واسيبه على نار هادية جدا شمعة يكمل تسوية. بعد ما الفراخ خدت تحميرة حلوة وتشربت كل السوائل بتاعتها هبتدي انقلها في طبق كده على جنب، وهكمل باقي خطوات الاكل. وفي نفس الطاسة مش هغسلها، واضيف معلقتين كبار من الزبدة معاهم معلقة واحدة من الزيت. وهنا كنت محضرة بصلاية حجم متوسط مقطعها مكعبات صغيرة، هضيفها على الزبدة وابتدي اسوي البصل. لازم نسوي البصل كويس ويدبل قبل ما نكمل باقي خطوات الاكلة بتاعتنا. كمان ضفت له رشة بسيطة من الملح عشان تساعد البصل اسرع ان هو يدبل. هنا بعد ما البصل اتأكدت ان هو مستوي كويس ومش هحمره، مش عاوزاه يتحمر عشان ما يغمقش معانا الصوص اللي احنا هنحضره او يغير طعمه. هضيف معلقة واحدة بس من الدقيق الابيض واقلبها كويس جدا مع البصل. وهنا كنت هديت النار لحد ما الدقيق ياخد تحميرة بسيطة او يبتدي يظهر ريحته ان هو اتحمر. هضيف كوباية واحدة من الحليب البارد وهقلبها. اول ما احس ان هي ما شاء الله ابتدت يعني تلف معايا شوية هضيف كمان كوبايتين من الحليب. يعني هنا استخدمت للصوص 3 كوبايات من الحليب، تقدروا تستبدلوا كوباية منهم بكوباية من مرقة الفراخ، يعني تستخدموا كوبايتين حليب وكوباية من مرقة الفراخ لو حابين او موجود عندكم. بس انا هنا استخدمت الكمية كلها، كمية السوائل بتاعتي من الحليب. ابتديت ان انا ابهره بملح وفلفل ابيض ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا، بتدي الصوص لون حلو ومختلف وكمان طعم تحفة.
على نار طبعا هاديه مع التقليب المستمر. اول ما يبتدي الصوص يغلي من الجوانب زي كده هبتدي اضيف له الفراخ اللي احنا حمرناها واسيبها تغلي فيه حوالي 10 دقايق على نار هاديه. ولازم النار تكون هاديه جدا علشان الصوص بتاعنا ما يلسعش من قاع الطاسه او يبتدي لونه يغير. ما شاء الله الصوص بتاعنا كان تقل والفراخ مستويه كويس جدا. عايزه اقول لكم طعم والريحه تحفه مختلفه فعلا. والرز ما شاء الله كمان بتاعنا كان جاهز وهبتدي اقدم الاكله بتاعتنا. تقدروا تقدموها في اطباق منفصله او في سيرفيس واحد زي كده. هبتدي اقدم الرز وفوقه هضيف عليه من فوق الفراخ بالصوص التحفه ده. عايزه اقول لكم ان الاكله دي افضل حاجه ليها ان هي تتاكل وهي سخنه. اكله منجزه سريعه ما بتاخدش وقت، كمان طعمها مختلف لذيذه جدا، فيها كل العناصر الغذائيه اللي احنا محتاجينها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.